مشيتي تشري واحد السيارة من شي وكالة، ولا قدر الله وقعت لك واحد الحادثة، اشنو هما الحوايج اللي خاصك دير؟ داكشي علاش هاد الفيديو هذا غادي نشرحو فيه اشنو عليك واشنو اللي ما عليكش من بعد الحادثة. تبعوا معنا لا فيديو باش تعمل فائدة للجميع. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اولا هذه المعلومه غادي نقدم لكم، انا ماشي خبير ولا مسؤول، وانما عن تجربه مجموعه ديال الاشخاص اللي وقعت لهم هذه التجربه هذه، وبغيت نقدم لكم هذه المعلومه باش نتوما تفيدكم هذه المعلومه وتفيد الناس اللي غادي يبغيو يقوموا بهذا الشيء اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا. اولا ما فيها باس انسان تكون عنده عطله او لا تيكون عنده واحد الغرض وتيمشي يكري واحد السياره من شي وكاله، تيقدم لهم شيك، ولكن باش يعرف بلا هذاك الشيك اللي تيقدم لهم راه ماشي هو قانوني، والحبس راه تيكون كلا الطرفين. اولا حتى تمشي تكري السياره من عند اي وكاله كما بغات تكون النوع ديالها، خاصك تسول واش هذيك الوكاله واش داير فيها تو غيسك ولا عادي. الا ما كانش داير تو غيسك ما تكريش من عند داك السيد السياره، لانك غتواجه مشاكل غادي تكون كبيره. اولا حيت تبغي تكري السياره ما تمشيش تكري السياره الغاليه اللي انت بزاف الناس يمشيو يكريو السياره يشوفها عاطيه للعين والمظهر ديالها زوين وكتبرق شي تنقولوا كيكريها، ولكن ما تنساش بلي ان المصاريف ديالها غاليه، ولا قدر الله وقعت لك شي حادثه راه تيكون المصاريف غاليه. ديما كري سياره اللي تكون على قد الحال، باش الا وقعت شي حادثه كتخلص انت المصاريف كتجيك قليله. هذا هو اللي كاين. ومن جهه اخرى ان الشخص اللي تيكري السياره عند مول الوكاله واش يعرف بنا ان مول الوكاله راه داير تامين على جميع السيارات اللي عنده، والشركه راه كتعوضو كذلك، ما كتعوضوش 100%، وانما كتعوض واحد النسبه في المئة باش تعرف انت الا وقعت لك حادثه اشنو غادي يكون عليك. مثلا وقعت لك واحد الحادثه، الشركه ديال داك السيد اللي كرا لك السياره كتعوضو الشركه مثلا تنقولوا 90% ماشي في 100%، و 10% كذلك ديك 10% ماشي هو اللي يخلصها، راه تقدر انت اللي تخلصها، كتجيك من 5% حتى ل 10%، لانك انت كريتي عنده السياره ودرتي الحادثه. هذه من جهه اخرى. من جهه الثانيه انك حيت تقدم انت باش تولى السيد بان راه وقعت لك الحادثه ولا راه ما عندكش الفلوس اولا شي حاجه، كتكون عاطيه داك الشيك. تنقولوا داك الشيك راه هو تيهدك به، ما كيدفعوش ديال لا كنقولوا ما كيدفعوش لابونك اولا ما كيدفعوش المحكمه، لان الا دفعوا انت غادي تقدم وغادي تحبس وغادي تقدي داك الغرامه، ولكن ما غادي تقدر يستافد هو، ما غادي يستافد والو. كذلك هذا هو علاش كنبهك بزاف بانك تبغي تكري شي سياره، ضروري تعرف هاد الشروط هادي. عادي يمكن لك تكري السياره، لان مجموعه ديال الوكالات تيستغلوا الناس اللي ما عارفينش في القانون ولا ما عندهمش تجربه، وكيستغلوهم. هنا غادي نعاود لك المشكل. مثلا وقعت لك هاد الحادثه هادي والشركه عوضاته هو باش تعوضو هو، مثلا عنده الخسائر ديال ديك السياره اللي كريتي نتايا فيها 4 ديال المليون ديال الخسائر. الشركه اللي غادي تعوضو هو مثلا غادي تعطيه 3 ديال المليون. فكر معايا مزيان ولاحظ معايا مزيان، عنده في الخسائر ديال السياره 4 ديال المليون، الشركه في التامين غادي تعوضو 3 ديال المليون. ياك تيجي عندك انت تيوكل تعوضني ب3 ديال المليون اخرى، شحال جات عنده الشركه عوضاتو ب3 وانت عوضتيه ب3، هي 6 ديال المليون، بينما الخسائر كامله ديال الطوموبيل هي 4 المليون، هو صدق ربح 2 ديال المليون. اذن هادشي وقع على نصب. هنا كيستغلوا الوكالات الناس اللي ما عارفينش، كيستغلوهم وكينصبوا عليهم بهذه الطريقه هذه. انا ما كنهاجمش الوكالات كاملين، وانما كاين بعض الوكالات اللي تيديروا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش خاصهم يسولوا باش يعرفوا اشنو كاين، باش ما تطيحش نتايا في هذا المشكل. وهذا الشيء هو اللي بغيت نفهمك، باش ان شاء الله الا كنتي بغيتي تقري شي سياره تمشي تسول على راسك باش ما يوقعولكش بحال هذا المشكل اللي وقع لمجموعه ديال الناس. وما غاديش نزيد نطول عليكم، وهذا هو الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تكتبوا لنا شي تعليقات وديروا لنا جيم وتبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده للجميع، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.